بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين القراقيش طالعه عامله ازاي؟ ما شاء الله. بصوا، هوريكم واحده واكتر واحده كده اوريها لكم. بصوا، دايبه دايبه دوب. اعملوا لي بقى لايك وشير واشتراك للقناه بالله عليكم، عشان احنا بنتعب قوي. هحط لكم المقادير في صندوق الوصف، واتبعوا المقادير بالظبط، هتطلع معاكم ناعمة جدا وطعمها تحفة بصراحة. يلا بقى ندخل على الوصفة التانية. انا هشتغل مكان الكحك عادي، كنت لسه منزلاه قبل وصفة القرقيش، فياريت الكل يخش ويعمل لي لايك ويشترك في القناة. هنزل بقى ب500 جرام سمنة بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنزل بمعلقة ونص كبار من السكر، وهضربهم مع بعض لحد ما يوصل لونهم كريمي. بعد كده هنزل بالدقيق، كيلو من الدقيق، وهحط لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك ويشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. بعد كده هنزل بقى بمعلقة كبيرة حرامية سمسم، نص معلقة محلب، معلقتين كبار شمر وينسون، نص معلقة خميرة، نص معلقة ريحة الكحك. انا ما بحبش في وصفات الكحك ديت عندي، انا ما بحبش احط الملح خالص. بعد كده هضربهم وهنزل بقى الجوانب كل شوية عشان يتضربوا مع بعض كويس، واللي تشتغل بايدها تبس كويس. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي اللايك. بعد كده بقى جبت ايه اللبانة، وخدت منها وش اللبن كله، وهضرب بيه العجينة. طبعا بتخليها القشطة دي بتخليها هشة وطعمها في حتة تانية خالص. بعد كده هجيب نص كوباية لبن دافية وهنزل بيها كلها، بس في الاول بنزل شوية بشوية، بشوف بقى العجين محتاجة بحط، كل شوية اشوف العجين محتاج بحط. ليه بنزل كل حبة بحبة؟ عشان ما بوظ العجين. بعد كده بقى هنزل بمية. جبت مج من المية، بس المج ده مش 200 جرام، مش كبير، وهنزل بيه. لقيتها بقى تقيلة برضو، هنزل تاني واقفل العجانة واحط شوية بشوية مية. يعني انا الكيلو الدقيق ده خد مني بالظبط كوباية الا ربع مية، لاني بقول لكم المج اللي في ايدي ده مش كبير، ده مج صغير جدا. شفت بقى العجينة، لقيتها هشة وطرية زي كده ما انت بتعجني عجينة البيتزا. بعد كده بقى هشتغل بالعجينة على طول. وزي ما قلت لكم انا قعدت على الارض، انا مش قادرة بجد عشان رجلي تعبانة جدا. قعدت اشتغلت على الارض. انت بتاخدي بقى ايه القطع اللي انت عايزاها وبتشكليها براحتك، التشكيل ده براحتك. انت عايزه تعمليها مدوره، فطير مدور اعمليه، عايزه تعمليه قراقيش اعمليه. كل سنه وانتم طيبين. على قد ما هو متعب، على قد ما فيه فرحه، وبيفكرني بايام زمان، ايام الطفوله، وقت ما كنا بنقعد حوالين
امهاتنا وخالاتنا وبنعجن معاهم وبنلعب. بعد ما اخلص الكمية كلها هجيب شوكة واشكشكها واشكشك كل القراقيش بتاعتي. وبعد كده هنزله الفرن عشان انا سويت بره البيت السنة دي، ما كنتش قادرة اقف على رجلي.